بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شلونكم متابعيني؟ عساكم صحة وسلامة وخير، ربي يسعدكم ويحفظكم. طولة عليكم ومنزلت لكم فيديوهات ومشغولة على بك ركود خمول صاير عندي. فاليوم قلت خل افتح كاميرا ما دام هاني بلشت. طبيت للمطبخ، عندي هاي العجينة مال العروق، هذا مو كباب يعني عادي عروق. سويت الصوصة إله. هاي الصوصة شنو هي؟ عبارة عن طماطايات 2 صغار، بصلاية متوسطة، و4 سن ثوم، وخلطت شوية ماي، بعدين عجنته ويا اللحم وخليت رشة طحين. فصار عندي العروق. هسه اخليه يرتاح على مود اروح اسوي بقية شغلي. واليوم اشوفكم شنو راح وين اروح. عندي مشاويري اكملها، واتمنىكم صحة وسلامة. وراح نسوي ويا شوربة عدس لان هم يحبوها الشباب، شوربة عدس وسلطة ناعمة خيار وطماطة وخل. وربي يسعدكم ويحفظكم. وبعض المتابعين دخلوا لي على الخاص اللي مقربين او مرتضى السنة مطلعين، يقول لهم ان شاء الله ان شاء الله راح اطلع. وعندي هواية شغلات. من ضمن الشغلات اللي عندي الراية مال كل سنة اطلع بيها، شوفوها الصبغ مالتها رايح، فراح اشتغلها. هي السلام عليك، السلام عليك يا ابو عبد الله الحسين. فراح اشتغلها عليها، اعيد الرسم مالتها الالوان، لان شوفوا كلها رايحة فمو واضحة الكلمات. هاي مال التخزين فتطبع يعني شوف، فلازم اعيد شغل مالتها. واليوم عندي مشاوير 2 أو 3، وافتح لكم كاميرا واشوفكم. ربي يسعدكم ويحفظكم وين ما تكونون. واهلا وسهلا باللي دخلوا القناة واللي اشتركوا بالقناة واللي يسألون علي. راح هنا نخلص الهوسة مال الريوق ومال اليوم. قاعدة من الصبح عجنت، سأنزل على الحوشة مع أخبز. أكمل بسرعة شغلي على مود أكمل مشاويري. وخير من الله اللي يقعد من الصبح يخلص مشاويره وشغله كلش سريع. هذا خبزي، شوف شلونه الحنطة تخبل ما شاء الله تبارك الرحمن. على واه الشهر هذا هم ينطونا هيك حنطة زينة. خلصت مشواري الثاني، وهسه شوف وين راح. يو اروح المشوار اللاخ يو لا عن ما ادري. الشوارع قدر معها اكو سايدات مسدودة وسايد ما مسدود، فازدحامات هواية يعني على الزيارة على المشاية. وابو الروض قاعد يشمر بيديناته ما ادري ايش بيه. شوف الازدحامات يا قوم. هنا انا قليت العروق. طريقة اعتمدوها كلش طيبة، يعني يختلف عن العروق العادي مالتنا. هذا يستعملوها بالمطاعم، يعني اخذت الوصفة من شيف مطاعم شعبية. يكون طري، راهو شلون يكون طري. خلينا نشوفه طري، يكون مو يابس بس كريسبي من برا وطري من جوا. بس طعمه لذيذ. سفرتنا المتواضعة. واللي ما يحبون طعم البصل بالخبز كباب الطاوة، هاي طريقة يعني ما تخليكم انه بس طعمه، بس هو كقرمشة هاي ابد ما تشوفوا بيه، لان ضربناه بالخلاط هو الطماطم والثوم. وهاي سفرتنا المتواضعة خير ونعمة وبركة من رب العالمين. هنا عندي البوتيتا سلقتها ما قليتها، خليت شوية كاري عليها، كاري المدراس لان احنا نحط طعمه، وملح
ناعم، رشة خفيفة. وها هي اعتمدوا، هذا هم كلش طيب. خضرتنا طبعا، والزلاطة العراقية، بص خيار وطماطة ورشة ملح، ومن خل الطرشي خليت فوقها. هاي شوربة العدس ضفت فوقها. هاي الشوربات الجاهزة تنطي طعم ولا أروع. سهلنا وسهلكم العافية، وانطونا لايك. يلا نروح نتعشى. فد لحظة، فد عنصر خل أجيبه وياه، فد لحظة. هذا العنصر طبعا خبز مرتضى لا يعلى عليه، كل شيء معدلات. وطبعا الخبز تطلع متفحة وهيجي لذيذة إلى الحنطة زينة، وتعجنيها زين. يلا نروح نتعشى أو نتغدى. غدانا تعرفون متأخر، وربي يديم علينا هالنعمة ويحفظها من الزوال بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقونا لايك. هسه هاي عندي ألوان راح أبدي أرسم الهاي، أخططها. هاي الألوان الأكريليك، لأن ما عندي ألوان البوية، ولو أني ما أغسلها يعني ما تتعرض للماي فما عليها شي. راح أبدي أخذ من عدن وألون. هاي خلصتها هنا، خليت لاينر قماش تبرز النقاط. إن شاء الله أزور وندعيكم. نهاية الفيديو، أتمنى لكم صحة وسلامة، ربي يسعدكم ويحفظكم إن شاء الله.